السلام عليكم. هنا فين كيبانو الغياب ديال اللاعبين الكبار، كنهضر على سيديو ماني واللي بان الغياب ديالو واضح وواضح بزاف على هاد المقابله هادي. المنتخب السنغالي كان خاصو فقط اللمسه الاخيره باش يوصل للمرمى ديال المنتخب الهولندي، كان خاصو فقط هذاك الهداف اللي غادي يوصلك البوطو غادي يسجل لك الهدف كما كان النوع ديالو. الحاجه الثانيه هو ملي تغير كوياطي، الشيخ كوياطي اللي كيلعب في نوتنغهام فورست، بان المشكل وبان العيب عند السنغال كامله. السنغال الدفاع ديالها دفاع قوي، الهجوم ديالها هجوم قوي، ولكن وسط الميدان هو اللي كان داك التيمبو اللي كان شاد به السنغال الميزان ديال الماتش كامل. كلنا تاسفنا وكلنا تحسرنا على الخساره هذه اللي كانت صعيبه 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 بزاف، اللي بينات على ان المنتخب السنغالي منتخب قوي، منتخب قادر على انه يتاهل على هذه المجموعه هذه، ولكن الاصابات كما قلت خانت المنتخب السنغالي بشكل كبير وكبير. كانوا كيعرفوا كيفاش يوصلوا للبوطو، كانوا كيلعبوا بواحد الارتياح، واحد الانسيابيه، واحد كتحس بهم هما اللي محكمين في اطوار اللقاء. كنتي كتشوف على ان المنتخب الهولندي خايف من المنتخب السنغالي، وهذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غنشوفوه غدا ان شاء الله في تونس، وغنشوفوه ان شاء الله يوم الاربعاء في المنتخب الوطني المغربي. يعني جميع المنتخبات الاوروبيه او لا غير الاوروبيه خايفه من المنتخبات الافريقيه، لان النيفو ديال المنتخبات الافريقيه بالضبط ملي كتلعب مع المنتخبات الاوروبيه كيكون قوي وقوي بزاف. المنتخب السنغالي تحكم في اطوار الماتش كامل، 90 دقيقه شاد كره، 90 دقيقه كيزقل، 90 دقيقه، ولكن يعني الدفاع المحكم زعما كل ما كانش واحد فجوج، يعني ما بين فان دايك وديليخت كل ما كانش فيهم واحد، وكل ما كانش الجول بالدرجه الاولى، كانت المنتخب السنغالي خرج رابح بجوج 3-0 بالضحك. ولكن قدر الله وما شاء فعل، اطلق المنتخب السنغالي الهزيمه الاولى. دابا المنتخب السنغالي خاصو ينسى هذه الهزيمه هذه، المنتخب السنغالي خاصو يعطي كل ما في جهده باش انه يربح 6 النقاط المتبقيه في هذه المجموعه، على الاقل يدوز هو الثاني، على الاقل يحاول انه يمر للدور الثاني، لان ضروري باش نكونوا واضحين، ضروري خاص منتخب افريقي يعدي للدور الثاني. الصعوبه كاينه عند تونس بوجود منتخبين اوروبيين، الصعوبه كاينه عند المغرب بوجود منتخبين اوروبيين، ولكن المنتخب السنغالي في دور المجموعه باش نكونوا واضحين، وباش في دور المجموعه. يعني المستوى اللي ظهر به اليوم مع المنتخب الهولندي كيبين على ان المنتخب الافريقي قادر على انه يمر للدور الثاني بسهوله. بغينا مركز صاحبي، راه بغينا حتى حنا نلعبوا ستة المنتخبات، وان شاء الله الرحمن الرحيم في 2026 نلعبوا بسبعه المنتخب، ونبقاو غاديين ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان خاص. هذا بالنسبه للماتش الاول اللي ما بغيتش نهضر عليه بزاف، لانه تقلقت فيه صراحه، تقلقت فيه بزاف لواحد الدرجه لا تصور. كان عندي امل كبير ان المنتخب السنغالي يدير شي حاجه في هذه المجموعه، ولكن في هذا الماتش هذا خذلني ميندي، الحارس ميندي. اش غادي نقول لك، ما كاينش شي دعوات اللي الله يسمح لك وحق الله العظيم، لا الخطا الاول لا الخطا الثاني. وانت صاحبي كتحبس في تشيلسي وديتي تشامبيونز ليغ، جوج اخطاء اللي الله يلا حشومه وحق الله، ولكن ماشي مشكل. يعني كتبقى حارس كبير، كتبقى عندك المكانه ديالك، كتبقى حارس بكل ما تحمل كلمه من معنى، ولكن قدر الله وما شاء فعل. في الجهه المقابله ولا في الماتش ديال الجوج بزاف هاد اللعاب هذا غنخليه هو الاخر، ولكن الاول هو جود بيلينغهام. هاد اللعاب هذا هادشي علاش خاص ريال مدريد تجيب بحال هاد اللاعبين هذا. هاد اللاعب اللي عنده 19 عام قادر على ريال مدريد انها تضمن لاعب بمستوى عالي وعالي جدا 12 عام لقدام، عالمي، لاعب واعر بزاف. جود بيلينغهام قادر على انه يحمل الميليو تيران كامل، كنعرف شنو كنقول، ديال الانجليز على ظهره. كتلقاه كيلعب في 6 وكياخذ كره، كتلقاه كيلعب من البوكس تو بوكس وكيعطي باسات طوال مزيان، كتلقاه كيلعب 10 وكيعطي باس الهاري كين، من افضل لي باس اللي شفنا حتى الان في هذا المونديال هذا. جود بيلينغهام لاعب اللي تعول عليه اي فرقه، يعول عليه اي منتخب، قادر على انه يكون من افضل اللاعبين ديال هذا المونديال هذا. يعني اليوم الثاني من المونديال شفنا جوج ديال المقابلات كبيره بزاف، شفنا مستوى عالي من هذا اللاعب هذا. اللاعب الثاني اللي غادي نهضر عليه ولا اللي يستحق
نهضر عليه واخا بزاف ديال العالم حاقد عليه في هذه الآونة الأخيرة، اللي هو ماغواير. هذا اللاعب المدافع ديال مانشستر يونايتد واللي لاقي صعوبة باش انه ينسجم مع الفريق ديال مانشستر يونايتد، واللي انا في فيديوهات ديالي قلت حشومه بحال هذا يلعب، ولكن مع المنتخب الانجليزي غير. مع المنتخب الانجليزي يعني كتلقاه هو داك اللاعب اللي كاع الكواري اللي الثابته ديالو، كنهضروا على لي كورنر، كنهضروا على لي كوفرون، كنهضروا ديالو. يعني غير خاص من المنتخب الانجليزي ان هاد الرباح ديال 6-2 راه ما مطمئنش. واخا هكاك راك ربحتي غير ايران الاولى، زائد على ان ايران كتفقد اهم عنصر عندها في المجموعه من غير طريمي اللي هو الحارس. عرفتي عندهم شي سميات، طريمي، كريمي، جريمي، كلهم سالمين. ما علينا. فقدات الحارس، فقدات قطع غيار واعر الحارس، لانه انا تفرجت فيه في 2018 وكان مزيان، وتفرجت فيه في مباريات كبيره وكبيره بزاف في التصفيات. يعني حارس اللي كيعول عليه، وشفنا على ان كيروش ملي فقد الحارس شفنا على ان اللقطه اللي دار والشدان ديال الراس اللي شد من راسو، يعني عرف على ان فقد ركيزه من ركائز المنتخب. الحاجه الثانيه هو ان الدفاع ديال الانجليز ما مطمئنش دفاعيا، ما كنهضرش على هجوميا بحال ماغواير، دفاعيا ما مطمئنش، خصوصا انك كتلعب مع جوج ديال المنتخبات. اولا كتعتمد على السرعه، كتعتمد على السرعه في التنقل ما بين الدفاع والهجوم. يعني واش غادي يقدر ستونز وماغواير يوقفوا الدفاعات ديال الامريكان والدفاعات ديال ويلز اللي تا هما كيعتمدوا، ولا هما بجوج نفس المدرسه؟ هذا ما كان الماتشات ديال اليوم ديال الجوج ما بين الانجليز وايران، والماتش الثاني ما بين السنغال وهولندا اللي ما بغيناش نتعمقوا فيه مزيان، بغينا غير يكون يعني استعدادا. انا بدات كتشدني الخلعه من دابا المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي اللي خاصنا نربحوا فيها، باش اننا تكون عندنا ديك ديك الكلمه اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم نوصلوها ويوصلوها اللعابه للعالم، ان المنتخب الوطني المغربي منتخب قوي، منتخب قادر على انه يمر للدور الثاني. هذا ما كان. ديروا جيم وسبسكرايب ودعموا القناه، جزاكم الله خير. باغي نواصلوا في المسيره ديال التحليليه ديالنا، المسيره اللي كنناقشوا فيها المقابلات واللي كنحاولوا اننا نعطيو الكلمه ديالنا عليهم. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.